السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ايه يا حلوين، شايفين السمك البلطي الجميل ده ولا شوية البسارية اللي يجننوا دول؟ تحفة، يتاكلوا حاف كده مع شوية الرز الأحمر ده. بصراحة وجبة جميلة 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 وطعمها تحفة تحفة تحفة. بسارية ناشفة ومقرمشة مع السمك البلطي ناشف ومقرمش مع شوية الرز. بصراحة حاجة من الآخر. عايزة تعرفي الطريقة دي اتعملت ازاي وسمك البسارية ده ايه هو وشكله ايه؟ يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم مطبخ ما اقولكش. هنعمل مع بعض النهاردة طريقة حلوة جدا لتتبيلة السمك، سريعة وحلوة جدا وبتدي طعم مقرمش وطعم جميل للسمك. معايا انا بسارية جميلة، انا منضفاها زي ما انت شايفة، قطع الراس وشايلة القلب بتاعها اللي هو المرعى بتاعتها. بتبقى صغيرة معايا كده، بس طبعا في ناس بيعملوها بحالها. بسارية هنا سايبها لكم من غير ايه ما اشيل راسها اهي. دي البسارية، دي شكل البسارية. دي البسارية دي زي ما انت شايفاها كده اهي، ده شكلها. انا بقطع الراس يعني ما باجي انضفها. انا قلت ما اسيب لكم شويه عشان اعرفك ازاي تنضفيها. اولا ممكن هي دوبك بتغسليها كويس جدا وبتشتغلي عليها على الوضع ده، ناس كتير بيعملوها كده، لكن انا ما بحبش بصراحه. بحب ان انا اشيل المرعى بتاعتها واشيل الراس. يعني بقوم جايبه الراس كده شداها بالشكل ده، هتقوم شاده معايا ايه المرعى بتاعتها كده، وبتبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. وبغسلها كويس جدا وبتعامل معاها بنفس الشكل كده. طبعا بتصغر معايا زي ما انت شايفه. لما بنشيل الراس بتلاقيها صغرت ومش بيبقى كلها الحجم ده. هو طبعا يعني بتبقى ملخبطه في بعضها، تلاقيها صغيره في كبيره على حسب. فانا منقيه لكم ايه الكبير فيها عشان تشوفوها، لانها بيبقى الاغلبيه يعني الاغلبيه العظمى بتبقى صغيره. ماشي، هو ده منظرها. هي دي مغسوله، بس زي ما انت شايفه القلب بتاعها ده انا ما بحبوش، فبحب اشيل بالشكل ده الراس، وايه بيطلع معاها الامعاء بتاعتها كلها. خلاص، ادي البسارية. فقلت بقى اوريكم البسارية مع سمك بولتي عادي جدا، لان انا ماليش نصيب معاكم في تصوير السمك خالص. كل ما اعمل اي اكلة سمك واحب اصورها بيحصل ظرف ما، فما بعرفش اصور. ماشي، معايا سمك بولتي متوسط الحجم زي ما انت شايفة. انا بحب اجيبه في الحجم ده يكون متوسط، بيبقى افضل. وشايفة الايه جامد ازاي، صابح، لقيته بيلعب صابح كده وجميل. تعرفي السمكة الحمراء طبعا من نخشوشها لما بيبقى النخشوش احمر. طبعا انا شايله برضو النخشوش لان انا ما بحبش الروس في اي انواع سمك بصراحه. كده السمكه الحلوه بتلاقيها زي ما انت شايفه كده، عينيها بتلمع، بتلاقيها حلوه كده زي ما انت شايفه، جامده من هنا، جامده كده، بتتك عليها ايدك ما بتغطسش، صبعك ما بيغطسش معاكي، هي بتبقى زي ما هي اهي.
ناشفه موتده وواقفه كده. اما تلاقيها بقى مرهرطه وصبعك تدوسي عليه كده صبعك يغرز لجوه، طبعا ده سمك بايت ومش حلو جدا ومش هيبقى طعمه حلو في الاكل. تمام، انا لقيت السمك ده لقيته جميل البولت ده، فقلت اعمله معاكم كده على السريع. الوصفه سهله جدا ما فيهاش اي حاجه خالص. توابلنا زي ما احنا شايفين كده، معايا توم بودره، معايا جنزبيل بودره، معايا بابريكا، معايا كمون، معايا كزبره ناشفه، معايا هريسه الشطه. ممكن ان انت تستغني عنها وتحطي شويه شطه مع التوابل وخلاص طبعا. ومعانا الليمون ده اساسي. كل اللي هنعمله انا هحط التوابل دي كلها بالشكل ده في البوله، لاني هتبل بيها الاتنين، هتبل بيها السمك البلطي وهتبل بيها البسارية بتاعنا كده. خلاص انا طبعا ناقصنا الملح، دايما انسى الملح، الله المستعان. هنحط طبعا الملح، مش عارفه ليه الملح ده دايما غايب. هنحط شويه الملح على قد الكميه بتاعتنا كده، تمام حلوين. هقلب تمام كده، هقلب كل الخليط مع بعضه كده، كلها حاجات ناشفه بطريقه سهله وسريعه، وخصوصا للناس الشغاله بصراحه. يعني واحد بيعذرهم وبيشتغلوا ومفيش فضا، فدي طريقه حلوه جدا لتتبيله السمك، وهتدي طعم جميل جدا وطعم حلو جدا زي الطريقه العاديه اللي احنا بنعملها، اللي هي التوم طبعا ما والفلفل والكلام ده كله. انا هعصر الليمون زي ما انتم شايفين كده على الخليط بالشكل ده. تمام كده، عصرنا الليمون بالشكل ده. هنحط برضو معانا هريسة الشطة. هحط معايا معلقة، نص معلقة كده صغيرة، عشان ما تشطشطلناش العمل ويبقى الدنيا عندنا مش هتشطر. اقلب تمام كده، الخليط كله تجانس مع بعضه بالشكل ده. هجيب بقى السمك عندي، ادي البلانشة. هجيب السمك وهعمل تشريحات بسيطة كده. طبعا انا قلت لكم السمك صغير مش محتاج، بس انا علشان التتبيله تخش في السمك كله. تمام كده، خلاص احنا شرحنا السمك كله. هجيب التتبيله بتاعتي وهمسك سمكايه سمكايه وهتبلها بالشكل ده. كده زي ما انت شايفه اهي. وهاجي من بره برضو وهحط عندي في الفتحات اللي احنا عملناها دي، وعلى ظهر السمكة كلها بالشكل ده. تمام كده اهي. هنحطها هنا في الطبق، هنعمل غيرها. تمام كده، هنحط بقى هنا عندي على البسارية بقى الخليط الباقي ده، احطه عندي على البسارية. هيساب ده بقى في التتبيلة دي. السمك ما بيقعدش كتير في التتبيل، يعني ربع ساعة عبل ما نعمل رز السمك
هتكون عندي السمكية عندي ايه اتبلت. هجيب السمك كده بسارية، بسم الله، وهجيب بقية الخليط ده كده وهحطه هنا عليها بالشكل ده، وهقلبه كله مع بعضه كده. كده البسارية تعتبر عندي اتبلت والسمك عندي اتبل. هنروح بقى نعمل ايه؟ هنروح معانا على البوتاجاز عبل ما السمك عندي يقعد في التتبيله شويه، وايه، وهنعمل الرز بتاع السمك. فاصل ونواصل. وكده رجعنا تاني. انا حطيت هنا في عندي معلقتين سمنه على شويه زيت صلاة على طول كده، هنقطعها مكعبات كده على السريع. كده خلاص بصلايه محترمه كده كبيره كده. بحب انا البصل في رز السمك بيبقى جميل وطعمه بيبقى حلو، بيطعم معايا الرز. انا هسيبها ايه يا دوبك ايه تحمر معايا تحميره بسيطه، وهنزل بالطماطم. تمام كده. هنزل بقى معايا بايه مكعبات الطماطم، ومعانا معلقه صلصه، معلقتين صلصه كده حلوين. تمام كده. هنسيبهم يتسبكوا شويه. ماشي كده. الطماطم عندي اتسبكت زي ما انت شايفه كده. هنزل معايا بالرز المغسول، هقلب. هحط بقى ايه عندي الملح والتوابل بتاعتي، شويه فلفل اسود، شويه كمون، تمام، وشويه كزبره ناشفه، وشويه الملح. هنحط واحده مرقه دجاج، لو حابه تحطيها حطيها، مش حابه تحطيها ما تحطهاش. وهقلب. الرز ده ناس كتير بتعمله، البنات اللي هم لسه بيعملوه، بس يعني بيبوظ منهم، بيدقدق منهم، بيبقى مش مظبوط. اعملي نفس الطريقه اللي انا بقولك عليها دي وهتبقى حلوه جدا. هنحط شويه الملح، تمام. هننزل بالميه سخنه، تمام كده. هنشوف المقدار بتاعنا اخباره ايه، عايز ميه ولا مش عايز. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. انا بحب احط الطماطم مكعبات كده. انت حابه ان انت تهرسي الطماطم تضربيها في الخلاط وتحطيها ماشي، بس انا حابه ان الطماطم تبقى ظاهره، وحابه ان البصل بتاعي يبقى ظاهر. تمام كده، حلو جدا. مش عايز مني حاجه بقى. هغطيه، ولما يغلي معايا طبعا ههدي عليه واسيبه يستوي على نار هاديه. عبل ما هو بقى يستوي على نار هاديه، هنجيب معانا السمك علشان نقليه. يلا رجعنا حطينا زي ما انتم شايفين الزيت على النار. عملت ايه انا هنا؟ عندي جبت شويه دقيق، حطيت عليهم 3 4 معالق نشا، تمام. هحط عليهم معلقه بيكنج صودا، ماشي، او معلقه بودر،
معلقة صغيرة كده، ماشي. هنحطها على الدقيق، ومعانا شوية المية. هقلب بقى كويس كده جدا، خليط كله مع بعضه كده، النشا مع الدقيق مع معلقة الايه البيكنج صودا. تمام. خلاص، هنجيب بقى عندي السمك وهقلي السمك. بسم الله ما شاء الله. هحط كده في الدقيق الاول، تمام، وهنزل في الميه عندي كده، الميه اهي هنزل فيها كده، تمام. خلاص كده، واقوم نازله تاني في الدقيق، تمام. هعمل كمان واحده. هجيب السمكه كده، هنحطها في الدقيق، تمام. همسكها كده وهحطها في الميه. خلاص كده، تمام. واقوم واخداها من الميه على ايه، على الدقيق كده. اتبطنت معايا تبطينه معتبره. هنزل بقى كده بالسمكه، هنفضها كويس، وهنزل بيها كده ايه على الدقيق، على الزيت. هنزل بقى كده في الزيت، نفض كده كويس، وهنزل بقى في الزيت كده، تمام. هعمل كمان واحده. احط هنا كده، وفي الايه وفي دي طبعا هعمل البسارية نفس الايه نفس الموضوع. هنفض كده كويس بقى، واقوم حاطه كده في المقلايه. خلاص كده، هسيبه بقى ايه عندي كده يتقلي. هاجي على البسارية، هجيب شويه البسارية، شويه البسارية كده، هبطنهم حلو كده بالدقيق. تعالوا بقى كده، ان البسارية مش هنحطها كده، هنرش يعني شويه ميه صغيرين، مش هينفع نحطها كلها في الميه. يعني انا هجيبها كده اهي، وايه شويه ميه بايدي كده، واقوم مرششه عليها كده. خلاص، واقوم نازله بالدقيق تاني عليها. امسك واحده واحده كده، ابرم واحده واحده، واحط كده اهو في الزيت واحده واحده، عشان ما تلزقش في بعضها. لان احنا لو حطيناها بالكوشه كده، هتلاقيها لزقت كلها في بعضها معايا اهي. لازم انفض الدقيق كويس، عشان الزيت عندي ما يتبهدلش ويحروق من الدقيق. خلاص كده، هنقلب بقى السمك. تمام كده، هنقلب كده السمك بالشكل ده اهو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله اهو. شايفين اللون الذهبي بتاعه ده؟ لون جميل جميل جميل. هنحضر معانا بقى الورق النشاف والصينيه اللي هنطلع عليها السمك. هنقلب معانا البسارية، بدأت تحمر اهي. هنعمل بقى الدور الثاني كده، تمام. هنعمل بقى
كده. وادي البسارية عندي هطلعها احمرت، هطلعها بالشكل ده. تاخد اللون الذهبي اللي انت شايفاه ده، وهطلعها واحط ايه، احط غيرها كده. بقى انا هقلي ان شاء الله، اخلص بقيه الكميه وبعدين. وادي السمك، ادي السمك عندي بدأ يطلع ان شاء الله شويه كده. وادي السمك يا حبايبي بعد ما احمر. شايفه السمكه عامله ازاي، شايفه ناشفه ازاي وجميله، شايفه الصفار بتاعها واللون خطير جدا. شويه النشا عاملين شغل مع السمك بقى فظيع. طبعا السمك ده لازم ينزل في زيت غزير، تمام. لو احنا بقى ملينا الزيت خالص وخليناه غزير بيطلع تحفه تحفه، بس احنا بنستحرم بصراحه عشان هنرمي الزيت، لان زيت السمك ما بنستعملوش في اي حاجه تانية، فبنستحرم بقى وبنرمي كميه زيت كتير كده. خلاص اهي، شايفين السمكه منظرها عامل ازاي، شايفين الجمال ما شاء الله، تحفه. اللون خطير 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 كده. خلاص طلعنا بقى السمك بالشكل ده. هقلي بقى الدور الثاني، وان شاء الله بقى هنشوف اكلتنا شكلها ايه بعد ما نخلص الاكل. فاصل ونواصل. الرز اخباره ايه؟ احنا كده خلصنا قليه السمك. الرز لسه عايز له شويه. بسم الله ما شاء الله استوى، بس عايز له ايه، دقيقتين 3 بس. ما شاء الله زي الفل ومفلفل وجميل زي ما انتم شايفين. ما شاء الله جميل جميل جميل. فلفل وزي الفل. هو كده خلاص استوى. انا هسيبه قيمه 3 دقايق بس كده عبال ما نغرف بقى اكلتنا. يلا فاصل ونواصل بقى. ما شاء الله السمك منظره خطير ازاي وجميل. وادي البسارية بتاعتنا، سامعين القرمشة ناشفة وجميلة وطعمها تحفة. والسمك عندي ناشف وجميل زي ما انتم شايفين كده، بصراحة تحفة. مش عايزة تتعبي نفسك في البسارية وتعمليها بحالها براسها بحالها، اعمليها براسها بحالها. في ناس كتير بياكلوها كده بالراس، معرفش ازاي. حتتك بتتك. معايا الرز ما شاء الله. ادي الرز بعد ما استوى وجميل وحلو. حط بقى ايه حواليه السمك كده. بسريايه جايه تجري. طبعا انتوا عارفين السمك هو ناشف دلوقتي، كمان شويه هتلاقيه يطرى معاكي. فلازم لما تعملي سمك او اي مقليات ناشفه عايزه تتاكل في ساعتها، لانها شويه كده وتبص تلاقيها ايه. انا عايزاكي تسمعي بس القرمشه بتاعه البساريه دي، بصراحه فظيعه. بتتاكل كده بقى ايه، حلو قوي قوي. شويه بساريه كده بقى ايه حلوين. وكده اكلتنا خلصت. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسناش في اللايك وما تنسناش في الشير، ولو انت اول مرة تشوفينا ما تنسيش تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. وكان معاكي مطبخ ما اقولكش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.